أحبائي المستمعين، أحبائي المشاهدين، مشاهدين قناة نعيم غطاس، تحياتي لكم. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة مرور عيد الأضحى على الشعب المصري. النهارده عطل جديد في موتور دايزك بروكاست. طبعا العطل النهارده يا جماعة بنقول أنت النهارده لما بتطلع بالمدار من الشرق للغرب يفضل ان انت ما تتحركش حركة مستمرة من الجميع في جميع الاتجاهات، لازم تريح في النص. العطل النهارده في الموتور يا جماعة زي ما انتم شايفين اهوت، ده الموتور ده ضرب او اتحرق بمعنى صح. فالنهارده احنا هنغير الموتور دوت ان شاء الله، لان بعد التجربة جربنا الكارتة سليمة مفيهاش اي حاجة، جربنا الموتور هو اللي عطلان. وده عيوب زي ما احنا بنقول يا جماعة، عيوب ان انت بتتحرك حركة مستمرة من الشرق للغرب والعكس من الغرب للشرق. المفروض ان انت باشا بتريح في السكة على الاقل مرتين. يعني لو انت مثلا واقف على النايل سات ما ينفعش تطلع على الازري او التركي مرة واحدة، على الاقل خالص هتريح مثلا في الاوروبي، على الاوروبي تقف وترجع تتحرك تاني، تقف مثلا على استرا 19 وبعد كده تطلع على التركي. والعكس صحيح، نازل وانت نازل واقف على الازري او اي قمر من اقمار الشرق وحبيت تنزل على اي قمر من اقمار الغرب، بتيجي في السكه كده في نص المسافه وتقوم مريح عامل بريك او ريست. يعني نشبه مثل صغير ان انت مثلا لو شايل شكاره فيها مثلا 20 كيلو وطالع بيها 10 ادوار، لو طلعت ال10 ادوار مره واحده على ما تطلع ال10 ادوار هتكون يعني نفسك اتقطع. لكن لو ريحت في السكة مثلا مرة في الخامس، جيت في الخامس كده وقمت مريح، خدت نفسك وشربت بق مية وشربت كوباية شاي وخدت بريك كده لمدة ثواني وتيجي تكمل بقية المشوار، هتلاقي نفسك واصل للعاشر. للأسف معظم الأعطال اللي بتيجي بنفس الطريقة في المواتير، لأن حضرتك بتاخد من الشرق للغرب مرة واحدة في الطلوع أو في النزول. فأنا بنصح نصيحة من اخ لاخواته ومن فني في واجه المشاكل دي كتير في اكتر من موتور، لما تيجي تطلع على الشرق وانت واقف على الغرب ما تطلعش مره واحده، والعكس صحيح. واستنوني في اللقطات اللي جايه وانا معاكم بعد ما نغير الموتور. لكم تاني زي ما انتم شايفين اهوت، قبل ما اعمل اي حاجه حبيت بس اوريكم ان العطل اللي في الموتور قبل ما نعمل اي حاجه. طبعا اهوت، طبعا احنا ركبنا اهوت يا جماعه الموتور وموصلينه على الشاشه. طيب حابب بس كده قبل اي حاجه اوريكم عدم الحركه للموتور. تمام، ادي الموتور اهوت. هنخش على المنيو، نخش على اي قمر محرك دايزك واحد. طبعا مفيش، احنا بنحرك اهو الموتور، سامعين صوت التكه، مفيش اي حاجه معايا بتحصل اهوت. ركزوا كده معايا في صوت التكه. لما نيجي ندوس على الزراير من هنا، ادي الزرار نفس الصوت هتسمعوه برضه يا جماعه اهو. حتى الدراع اهوت ما بيتلفش ولا بيعمل اي حاجه اهو. والناحيه التانيه برضه الزرار الناحيه التانيه اهوت. طبعا زي ما انتم شايفين انا موصل الموتور اهو وبدوس. ركز معايا في صوت التكه. طبعا لما نجرب نفتح موتور تاني ونيجي نوصل الكارتة دي على الموتور بتاع الموتور التاني، خليكم معايا.
ورجعت لكم تاني بعد ما فكينا الموتور. زي ما انتم شايفين اهو، دي علبه التروس. تمام، انا فكيت الموتور خالص اهوت. تمام، وهبدا اقيس الموتور اشوفه اذا كان شغال ولا لا، دايركت بدون تروس وبدون اي حاجه. خليكم معايا. طبعا احنا هنقيس مباشر. طبعا ادي سالب وادي موجب. هناخد طرف الادابتور السالب على السالب والموجب. طبعا لو الموتور لف معانا هتبقى القصه هنا في الكارته في السنسور. طبعا انا مش عايز اقول ان هو عيب سنسور، او قال لما اقيس الاول واشوف الدنيا فيها ايه. خليكم معايا. طبعا رجعت لكم تاني بعد ما قسنا الموتور. طبعا اتضح ان هو قافش وعامل ريحه شياط. طبعا ده دليل ان في كهرباء زياده دخلت له. ازاي؟ فهنضطر نغير الموتور كله. طبعا الموتور ده غير متوفر على الاطلاق، على الرغم اني لفيت عليه كتير، ولكن الحمد لله قدرت اوفر كميه منه بعون الله. من عندي برضو بعض الناس حبايبنا، واستنوني بقى لما اغير الموتور واوريكم الدنيا ماشيه ازاي. الموتور وغيرناه زي ما انتم شايفين اهوت. نيجي للتجربه العمليه على الموتور يدوي. ادي موتور، اسمع يا باشا صوت الموتور. طبعا احنا اهوت سامعين معايا صوت الموتور؟ عشان ركز معايا في صوت الموتور. سامع صوت التكات؟ طبعا انا كده بفصل مع التكات دي، انا بفصل بشيل ايدي من على الزرار. اسمع صوت الموتور وهو بالريموت، حركة داخلية من الريموت من الريسيفر. اسمع يا باشا صوت الحركة اهو. لحظة عشان الناس تبقى مقتنعة بالكلام اللي احنا بنقوله اهو. طبعا سامع صوت الموتور العكس. شمال واليمين اهوت الموتور الحمد لله اشتغل زي الفل. وكده احنا عرفنا العيب كان فين يا جماعة. العيب اهو اللي انا بشاور عليه بالفك ده الموتور يا جماعة. والموتور ده اعطاله بتنتج على الحركة مستمرة من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق. وبأكد للمرة المليون، لما تطلع وتيجي تحرك الطبق من الغرب للشرق ما تحركش الموتور حركة مستمرة، ريح في النص. والعكس لما تنزل من الشرق للغرب ما تنزلش مرة واحدة، ريح في النص. اللهم بلغت، اللهم فاشهد عشان الناس اللي بتقول المواتير بايظة. طبعا الموتور ده يا جماعة بروكاست، سواء بقى بروكاست او سوبر جاك او ايا كان النوع.
استمريت من الشرق للغرب بحركة مستمرة، عمر الموتور معاك مش هيطول. خدت الموتور واحدة واحدة وطلعت من الشرق للغرب، نزلت من الشرق للغرب على مرة على مرتين، مش هتاخد معاك ثواني، هتاخد معاك بالظبط 30 ثانية. من الشرق للغرب هتاخد معاك، لو ريحت هتاخد معاك نص دقيقة، دقيقة، مش هتزيدك ولا هتقلل منك الدقيقة دي، بل بالعكس هتحافظ على حاجتك لمدة أطول. وزي ما قلت لكم بشبهها لكم باللي شايل شكارة وطالع بيها الدور العاشر. لو طلعت خدت من الأرضي للعاشر مرة واحدة نفسك هيتقطع، مرة مع التانية مش هتقدر تطلع. نفس القصة مرة مع التانية، شمال واليمين وغرب وشرق، مرة واحدة الموتور هيعطل. لكن لو ريحت في السكة مرة أو اتنين الموتور هيشتغل معاك زي الفل. واستنوني، وكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ويشرفني اشتراكك في قناة نعيم غطاس، ويا رب أكون وفقت في إيصال المعلومة وتوضيح العطل. وأخوكم نعيم غطاس.